السلام عليكم. الفيديو ده مهم لأي حد بيشتكي من ألم في ظهره. اشرح فيه أشهر أسباب ألم أسفل الظهر. أشهر حاجة أو أول حاجة نتكلم عليها هي الإصابات، ويعني حادثة عربية أو سقوط من عالي. رقم اتنين تآكلي، وده اللي بنشوفه في العيادة. كل حاجة من دي هنتكلم عنها في فيديو لوحدها، فعشان كده هي السلسلة دي طويلة شوية، لكن بعدها تبقى فهمت ألم أسفل الظهر من أوله لآخره. طيب نيجي للتآكلي، الانزلاق الغضروفي أو التزحزح الفقرات أو ضيق القناة العصبية، وده اللي بنشوفه في العيادة. أشهر حاجة الخط التاني ده أو رقم اتنين ده. دايما الإصابات بنشوفها في المستشفى، ما بتجيلناش على العيادة. رقم تلاتة الأورام، من ضمن الأسباب اللي لازم نبقى حاطينها في الحسبان على طول. لسه الأسبوع اللي فات في العيادة أنا مشخص عيانة عندها ورم في الأعصاب، ما كانتش عارفة. بالفحص باين ضيق في القناة العصبية، الرنين باين إن هي عندها ورم في الأعصاب. الأورام نوعين، في أورام من العمود الفقري نفسه أو أورام ثانوية، دي جاية من مكان تاني زي البروستاتا في الرجالة أو الثدي في الستات، وتبعت للعمود الفقري، حاجة اسمها ميتاستاتيك أو سكندري. عدوى الانفكشن، ودي بقينا بنشوفها كتير مؤخرا بسبب شيوع إجراءات التدخل المحدود زي التردد الحراري أو الحقن. مش معنى كده إن التردد الحراري وحش، لأ، التردد الحراري بيبقى كويس، بس مهم نهتم بموضوع التعقيم. بعد كده رقم خمسة الالتهاب، زي التيبس الفقاري. الناس اللي عندها مشاكل في المناعة وبيجي لها تيبس في الفقرات، حاجة اسمها انكيلوزنج سبونديلايتس، ده من أشهر الأسباب اللي تعمل ألم في أسفل الظهر. المشاكل الأيضية أو الميتابوليك كوزز زي الهشاشة المفروض إن معروف إن هي في حد ذاتها ما تعملش ألم، لكن ساعات تسبب كسر اللي هو بتاع الفقرات، حاجة اسمها OVF اللي هو Osteoporotic Vertebral Fracture، وده بنشوفه كتير قوي في كبار السن، خصوصا إن هم بيكون عندهم ألم مزمن في آخر الظهر، فبتدخل ده في ده، فما يبانش ده غير بالفحص الطبي الدقيق والأشعة العادية. نيجي للسبب السابع اللي هو الانيوريزم او الاوعيه الدمويه، تمدد الاوعيه الدمويه يعمل وجع برضه في الفقرات. نيجي بقى التسميع ده مشهور قوي، الناس عارفه المعلومه دي. الناس اللي عندها وجع في المراره يسمع في الكتف اليمين، مشاكل في القلب تسمع في الكتف الشمال، المراره تسمع في الكتف، وساعات مشاكل الكلى تسمع في الظهر، دي برضه معروفه عند اغلب الناس. نيجي بقى للثلاثة اللي تحت، دول مهمين جدا، هم مع بعض في آخر الفيديو من تحت. الأوضاع الخاطئة، التليفون ده مرض العصر، للأسف أصبح جزء من حياتنا. الشباب الصغير بيذاكروا عليه، إن في ناس كتير أكل عيشها أو شغلها على التليفون. مهم أوي تستخدم التليفون في وضعية صح، إنك تخلي رقبتك مفرودة وراسك مفرودة. وبرضه للناس اللي بتشتغل على مكتب أو الناس اللي بتسوق لفترات طويلة، مهم أوي تهتم بالوضعية بتاعة جسمك. نيجي بعد كده للسبب رقم 10، وده مفيش عيان تقريبا بنشوفه في العيادة غير لما بنلاقي عنده جزء توتر. العوامل النفسية بتأثر جدا على حالة الظهر. من ضمن أشهر الأمراض اللي بقت معتمدة مؤخرا الفايبروميالجيا، وده علاجها مع دكاترة الأمراض المناعية. فمهم قوي تهتم بحالتك النفسية، دي مهمة ومسؤولية، ولو ما عملتهاش هتفضل تعاني مش بس من ألم الظهر، من الضغط والسكر والقلب وكل الحاجات اللي بقت موجودة في كل البيوت دي. آخر حاجة خالص تشوهات العمود الفقري، وده زاد الوعي بيها جدا مؤخرا، زي الجنف أو اعوجاج العمود الفقري، أو زي التحدب اللي هو الأتب. زي ما قلت في أول الفيديو، كل حاجة من الأسباب دي هنتكلم عنها في فيديو مستقل ليها. السلسلة دي مهمة بس للي بيحب الفهم وعنده صبر على الفيديوهات الطويلة، مش عايز الريلز الصغيرة بتاعت السوشيال ميديا. فأنا عارف إن هي مش هتلاقي قبول قوي أو إن هي مش هتنتشر قوي، بس أنا حاططها من باب إنها علم ينتفع به. ده لو احنا اهل للعلم اللي ينتفع به. ربنا يعاملنا بنيتنا وربنا يتقبل. عادة في الختام، الرسالة بتاعتنا اللي ما بنغيرهاش، افتكروا دايما ان الامل موجود. السلام عليكم.